السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إخواني. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتحدث في هذا المقطع على واحد القصة جميلة ذهبية فيها مجموعة من العبر والمواعظ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وخصوصا هذه القصة لها علاقة بما نعيشه اليوم. انتم كتعرفوا خوتي حنا الآن الشتاء ما طاحتش، المطر ما نزلش، الغلا واحد الحالة كيعيشوها الناس بزاف الناس ما بقاو كيحلوا، ما بقاو كيحرموا بسبب هذه يعني صراحة هذه الضائقة اللي كنعيشوا. تصور هذا الشيء وقع في في عهد سيدنا موسى عليه السلام، وقع واحد سبحان الله واحد الحدث عظيم وحنا الآن في حاجة ماسة إليه. وقعت واحد القصة جميلة جدا، وهذيك القصة كأنها كتتحدث علينا وكأننا نحن جميعا اللي كنعيشوا الآن نحن هما ذاك الراجل اللي غنعاود لكم عليه هذه القصة. انتم كتعرفوا في الأمم السابقة يعني العبادات الشعائر كانت مغايره، بزاف ديال الشعائر كانت مغايره على مثلا شي واحد الا بغى يتوب ماشي هو بحالنا الان يمشي يتستر يعني يدوج ويتوضا ويبكي على الله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير والحمد لله ويرد المظالم الى يعني يتوب الى الله الى اهلها، يعني يتوب الى الله بالشروط ديال التوبه المعلومه، والله سبحانه وتعالى كيتقبل منه وكفى. يعني في الامم السابقه لا. كذلك صلاه الاستسقاء، حنا الان بغينا نصليو صلاه الاستسقاء انتم عارفين يعني الكيفيه ديالها، لكن في عهد موسى عليه السلام كانت الكيفيه ديال صلاه الاستسقاء هو انهم كيخرجوا لواحد الصحراء وكيتجمعوا، يعني دوك بني اسرائيل كيتجمعوا كاملين وكيبقاو يتضرعوا الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فالله سبحانه وتعالى كيستجب الدعاء ديالهم وكينزل عليهم المطر. في يوم من الايام خرجوا وبداو كيتضرعوا الى الله سبحانه وتعالى، واحد التضرع وواحد البكاء وواحد التذلل بين يدي الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى ما طيحش اليوم الشتاء. فانتم كتعرفوا ان موسى كان كليم الله، كان كليم الله، فكلم الله سبحانه وتعالى وقال له يا ربي احنا تدللنا بين يديك وحنا ندعوك ونترجاك وما طيحتيش علينا الشتاء. شنو قال له الله عز وجل؟ وهذا هو بيت القصيد، هذا هو اللي احنا محتاجين ليه. قال له ما غيمكنش لي ننزل عليكم المطر حتى يخرج من رجل من بين اظهركم يبارزني بالمعاصي. قال له فيكم واحد الراجل قال له يبارزني بالمعاصي، قال له ما يمكنش لي ينزل عليكم المطر حتى يخرج هذا الرجل من بين اظهركم. يا الله، يا للفضيحه، يا للعار. من منا يا اخواني اللي غيرضى ان الناس يعرفوه راه دا شي حاجه ولا سرق شي حاجه؟ في الدوار مثلا الا شي واحد دار شي واحد شي حاجه وتعرف شنو واش كيبقى يبان لهم؟ كيقدر يغبر، كيقدر يمشي يرغب، كيقدر يدير جميع الوسائل باش يتستر على راسه من ديك الفضيحه. فكذلك هذا الرجل فبدأ موسى ينادي بأعلى صوته يا من يبارز الله بالمعاصي اخرج من بين أظهرنا فبسببك منعنا القطر. فعلم الرجل أنه هو المعني بالأمر. الله 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 الله. نعم إخواني أخواتي، هذاك الراجل عرف أنه هو المنادى عليه. شنو دار؟ فطأطأ رأسه وأدخل وجهه في كمه وبدا كيتضرع وكيبكي على الله عز وجل وكيقول له يا ربي يا الله لا تفضحني بين بني إسرائيل، ربي ما تفضحنيش بين بني إسرائيل، يا ربي أنا كنوعدك بأنني عنتوب إليك ونتصالح معاك. الله. وانتم كتعرفوا الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد. نعم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما تحتاج شي واحد يتوسط لك ولا تعطيه فلوس ولا تلبس مزيان ولا تهضر مزيان، لا، ما عليك إلا أن تكون صادقا. كلما عدت إلى الله ستجد بابه مفتوح والدخول إليه مسموح من غير استئذان، بخلاف البشر لابد أن تستأذنوا، لابد أن يتوسطوا لك وإلى غير ذلك. فإذا هم كذلك، فإذا بالسماء بدأت تمطر فنادى موسى الله سبحانه وتعالى وقال له يا ربي أنت قلت لا يمكن أن أنزل عليكم المطر حتى يخرج هذا الرجل من بين أظهركم، والرجل لم يخرج بعد. فقال الله عز وجل يا موسى إن الرجل الذي بسببه منعتكم القطر فبسببه أعطيتكم القطر. إذن فالأمة الآن تحتاج إلى توبة، كل واحد فينا
والله العظيم لا ننزه أنفسنا، وكلنا ذاك الرجل، كل واحد فينا عنده الضعف، كل واحد فينا عنده النقص، كل واحد فينا مغلوب، الشهوة اللي مغلوب فيها. إذا خوتي حنا كنتعاملوا مع الله الرحيم الرحمن، نكونوا صادقين فيما دير واحد الذنب واللي توب إلى الله، راه الله ما يملش حتى تملوا. عندك تغلط، عندك يغلطك الشيطان يقول لك وانت قويتي بزاف، انت كل مره كدير هذا الذنب بلا كتنافق، انت راه منافق ما غيصدق. لا 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 لا، نتوما كتعرفوا ذاك الرجل في صحيح البخاري وصحيح مسلم الذي قتل 99 روح وأتم 100 بذلك الجاهل. فلما ذهب إلى العالم فقال من يحول بينك وبين التوبة، فمات. الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى أدخله الجنة. إذا إخواني أخواتي، نحتاج إلى توبة، نحتاج إلى أوبة، نحتاج إلى عودة، نحتاج إلى أن نرجع إلى الله صادقين. والله سبحانه وتعالى أكيد غيفرح بالتوبة ديالنا ويتقبل التوبة ديالنا ويبدل حالنا إلى أحسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.